السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع البروف. أنا عارف إن أنا متأخر عليكم آخر حاجة، وبقالنا يمكن شهرين ما نزلناش فيديوهات. والله يا جماعة آسف، كان عندي شوية ضغوطات، وإن شاء الله هحاول الفترة اللي جاية نبقى متابعين مع بعض على القناة، وبننزل فيها كل أسبوع على الأقل حلقة. وإن شاء الله قريب جدا برضو هنحدد مع بعض ميعاد معين يبقى للحلقة، يعني يبقى الحلقة كل أسبوع في ميعاد معين عشان نستناه كلنا. النهاردة هنتكلم على ميك ودو. لو هتبص كده ميك معناها يعمل، ودو برضو معناها يعمل. طيب افرض انا عايز اقول مثلا انا عايز اعمل شاي، فيا ترى اقول I'm going to make some tea ولا I'm going to do some tea؟ يعني هنا احط make ولا احط do؟ طيب في شوية اسس كده هتمشي عليها، لو كتبتها معايا في ورقة دلوقتي ممكن تعمل توقف الفيديو ده شوية وتروح تجيب ورقة وقلم وتكتب اللي انا هقوله لك ده. صدقني هينفعك جدا جدا جدا، بدل ما تقعد تحفظ كل الحاجات اللي بتيجي مع ميك وكل الحاجات اللي بتيجي مع do. اسمع يا سيدي، ميك الاول. ميك دي لما احب اتكلم مع مفرد هقول ميكس، يعني هي وشي وايت هقول ميكس مش ميك. طب عايزين نخليها ماضي فهنقول ميد. طب بالنسبه لدو مع المفرد هقولها does، مع هي وشي وايت does. ولو في الماضي هقولها did. تمام. اول حاجه ميك بقى هستخدمها امتى؟ قال لك اي حاجه بتطلع صوت هتحط معاها ميك. يعني عايز اقول لك بطل دوشه، اقول لك stop فتحنا قوسين، اقول لك making ولا doing noise. making صح. ليه؟ عشان خاطر الدوشه بتطلع فيها صوت، يبقى انا عايز make. طب لو عامل مكالمه تليفون اقول I'm going to make ولا do an urgent phone call. هعمل مكالمه تليفون مهمه، فهنا هتقول لي والله make عشان مكالمه التليفون برضو فيها صوت. طيب تاني حاجه احنا في make. ميك لما بتتكلم على الحاجات المعنوية، يعني عايز تقول انا عملت صدقات، عملت اخطاء، عملت حاجات مش صح، فتقول ميك ميستيك. فاكر انت الكلمة على بعضها كده؟ فلو عايز تقول انا عملت خطأ فتقول I did a mistake ولا I made a mistake. ها تمام، تقول made عشان دي حاجة معنوية. مع القرارات كمان هتحط برضو ميك، يعني عايز تقول انا باخد قرار ف I make a decision. خدت قرار I made a decision. تمام. طب افرض في فعل بيترتب عليه نتيجة. فعل يترتب عليه نتيجة، يعني عايز اقول مثلا المذاكرة هتخليك شخص ناجح. بالمناسبة هتخليك، هتجعلك، هتعملك كلهم ميك او دو، بس هنا بما ان المذاكرة هتخليك شخص ناجح فده فعل بيترتب عليه قرار، فهقول studying hard make ولا do بقى هنا you succeed. makes ولا does you succeed؟ هتقول لي makes. ليه؟ لان المذاكره خلتك تنجح. تخريط البصل مثلا هيخليك تعيط تدمع، فاقول لك chopping يعني تخريط. chopping onions makes ولا does your eye water؟ make ولا do؟ تخريط البصل هيخلي عينيك تدمع، يبقى هي ميك. بس طبعا عشان هي اي فنقول ميكس. لو كانت ايز هتبقى ميك. ما ننساش تملي ميكس دي مع المفرد. طيب يبقى ميك حاجات معنويه، فعل بيترتب عليه نتيجه. الحاجات اللي بتطلع ايه؟ اصوات وقرارات. تعال بقى على دو. هتعمل وظيفتك، شغلك، عملك، يعني job mission work. من وانت صغير كده فاكر I do my homework، مش I make my homework. عشان do homework ليه؟ عشان كلمة work، كلمة job، كلمة mission. يبقى بس خلي بالك مش كل الأعمال بتاخد do، لأن في الأكل والشرب هنحطهم مع make. يعني لما تيجي تعمل كيكة فهتقول I'm making a cake. I'm making a cake. I am making بالنطق المصري بتاعنا I am making a cake. I'm making a cake. تمام؟ طيب do كمان مع أي حاجة محتاجة effort، مجهود سواء بدني أو ذهني. ف I do sports. أنا بمارس الرياضة. كمان هتحط do مع لو مش محدد الحاجة اللي أنت بتعملها. أنا عايز تقول أنا بعمل حاجة فتقول I do something. أنا ما عملتش حاجة I didn't do anything. يا ريت تحفظ الكلام دوت وتسجله عندك وتهتم بيه وتعمل شوية تمارين عليه. واشوفكم الحلقة الجاية بأمر الله قريب جدا مع البروف. سلام عليكم.